بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل سلسلة دروس نظام الأونكس برو ERB. نتكلم في هذه المحاضرة عن أمر الصرف المخزني. أمر الصرف المخزني يستخدم في بعض الحالات التالية: مردود أمر التوريد المرتجع من أوامر التوريد. في الأونكس لا توجد شاشة لمردود أمر التوريد كما في المتكامل، بل نستخدم أمر صرف مخزني وله خطواته كيف يتم المردود لأمر التوريد أو المرتجع من أمر التوريد. الصدقات والتبرعات، صرف التالف، صرف العجز في المخزون، المسحوبات الشخصية للشركاء، مكافآت للموظفين، الصرف إلى مراكز الإنتاج، هذا كلها استخدامات أمر الصرف المخزني. طبعا بيكون الصرف بسعر التكلفة. في الأونكس تستطيع بسعر البيع أن تصرف بسعر البيع، لكن أمر الصرف المخزني غالبا يكون بسعر التكلفة. حساب المخزون هنا دائن، لأنه بينقص، بينخفض، بيخرج منه. طيب، ايش الفرق بين أمر الصرف المخزني وفاتورة المبيعات؟ أمر الصرف المخزني يكون بسعر التكلفة. أمر الصرف المخزني يكون بالتكلفة، أما فاتورة المبيعات تكون بالتكلفة مضاف إليها هامش الربح. إذن الفرق بين أمر الصرف المخزني وفاتورة المبيعات أن أمر الصرف المخزني يكون بالتكلفة، أما فاتورة المبيعات تكون بالتكلفة مضاف إليها هامش الربح. طبعا القيد المحاسبي المنفذ آليا في النظام يكون من حساب تبرعات أو تالف أو عاجز أو مسحوبات حسب الاستخدامات اللي قلنا، إلى حساب المخزون. المخزون قلنا هنا بيكون دائن. في معنا أمثلة نجي نشوفها. هذا الأمثلة: تم صرف الأصناف التالية من مخزن الدائري كتبرع لصالح جمعية الإحسان الخيرية. معنا الأصناف: فول مدمس مالنج 15 كرتون، فاصوليا لونا 9 كراتين، قم بعمل ما يلزم. عفوا. نجي للنظام. أنظمة المخازن، نظام إدارة المخازن، عملية المخزون، أمر الصرف المخزني. إضافة، نجي نحدد المخزن. تقريبا نحن خزناها في مخزن الدائري. رقم الحساب، هنا رقم الحساب المتأثر. هنا في السؤال تم صرف كتبرع لصالح جمعية الإحسان الخيرية، إذن بيكون حساب التبرعات F9، تبرعات موجود، مصروف تبرعات وهدايا. عند رقم الصنف في معنا عدة اختصارات عندما يكون المؤشر عند حقل رقم الصنف. F9 تظهر الأصناف مع الكمية المتوفرة للمخزن الذي تم تحديده، والترتيب بيكون بحسب رقم الصنف. F8 تظهر الأصناف مع الكمية المتوفرة في المخزن الذي تم تحديده، والترتيب بحسب الأبجدية. F7 لإنزال أكثر من صنف، قلنا في نفس الوقت بنجي نحدد إيش الأصناف اللي تم إنزالها، مثلا الفول والفاصوليا، ونضغط إنزال.
F5 بتظهر جميع الأصناف لجميع المخازن. F3 نفس وظيفة F7، إلا أن قلنا F3 تفاصيلها بتكون أكثر. مثلا لو أدوية صنف بديل، إيش الصنف؟ مجموعة الأصناف المماثلة لها المشابهة لها، أي مخزن، في أي مخزن، تكلفة إصراف المبيعات والكمية المتوفرة، المحجوزة، الصافي، تاريخ انتهاء الكمية، رقم الرف لو حددنا، مستلزمات الصنف، رقم الصنف كذا، مستويات التسعيرة، العبوة، وتأشر وبعدين انزل. F4 يدي لي حركة الصنف. الصنف هذا ايش الحركة اللي تمت عليه. طيب نختار احنا مثلا F9، معنا فول مالنج، تحرك F9 بالكرتون، ادخل الكمية 15 كرتون. لاحظ بسعر التكلفة بيتم. بعدها F9 الفاصوليا لونا بالكرتون، F9 الكمية 9 كراتين. طيب الآن ايش نحفظ؟ تم الحفظ لو طبعناه. أمر صرف مخزني لمصروف التبرعات والهدايا من مخزن الدائري، الأصناف، المستخدم المدخل. نجي نشوف اليومية العامة، مجموعة مخازن دمار مواد غذائية، قلنا المخزن دائم، مصروف التبرعات والهدايا مدي. أوكي. بعدها بيتم المراجعة والطرح. نشوف مثال آخر. تم صرف الأصناف التالية من مخزن شارع رداء كتالف: عصير سيزار 2 كراتين، عصير هنية منجو 1 كرتون. قم بعمل ما يلزم. إضافة من مخزن قال شارع رداء. F9 تالف ايش الأصناف؟ عصر سيزار بالكرتون، كم الكمية 2 قلنا. بعدها F9 عصر هنية منجو، F9 كرتون، الكمية 1، ونحفظ. طبعا ممكن تعدل هنا على البيان، هذا البيان بيظهر تلقائي. مثلا تقول أصناف تالفة من عصير سيزار وهنية منجو. احفظ. تم صرف الأصناف التالية من مخزن الدائري مكافأة لأحد الموظفين: تونة غويزي 1 كرتون. دينا لأحد الموظفين مكافأة من مخزن الدائري
معنا المكافآت. تحرك مكافأة للموظف مثلا إبراهيم تونة F9 كرتون. كم الدولة كرتون؟ 1. خلاص احفظ. وبيتم المراجعة قلنا والترحيلات. الآن نأتي للمردود، كيف يتم التعامل مع المردود. تم رد الأصناف التالية للمورد شركة الأرض الخضراء: فاصوليا لونا 2 كراتين. الآن معنا إيش؟ المردود. نشوف كيف نتعامل مع المردود. بالنسبة للمردود في خطوات موضحينها. خطوات عمل مردود أمر التوريد: بنحدد المخزن الذي تم التوريد إليه، بعدها نحدد حساب المورد أو الصندوق، بعدها من التبويب إنزال البيانات بنختار مردود أمر التوريد. عند الرقم بنختار F9 ونختار أمر التوريد الذي سيتم الإرجاع منه ثم انتر. الأصناف التي لن يتم الرد منها، اللي ما رجعوش منها، بيتم حذفها بزر الماوس الأيمن، حذف سجل، أو من لوحة المفاتيح شيفت F6. والأصناف اللي هنرجع منها بنعدل الكمية. في الأخير إضافة حساب فوارق التكلفة في حقل حساب الفارق. نجي نشوف إضافة. قلنا أول خطوة بنحدد المخزن الذي تم التوريد إليه. تقريبا كان مخزن الدائري. مخزن الدائري، نعم. المورد، بعدها نحدد من المورد لأنه كان بالآجل وإذا كان نقدا بنحدد الصندوق. F9 كان المورد من؟ تقريبا شركة الأرض الخضراء قال في السؤال. الخضراء، نعم، شركة الأرض الخضراء. إذا لم يتم التحديد، لأن الخطوة اللي بعدها بننتقل إلى إنزال البيانات. إذا لم يتم تحديد حساب المورد أو الصندوق، عندما أجي أختار الرقم هنا، خلينا إنزال البيانات من، وبعدين أوضحها. إنزال البيانات من، لاحظ مردود أمر التوريد، أختار رقم 4، مردود أمر التوريد. وليس أمر توريد، لأنه في فرق بين أمر التوريد ومردود أمر التوريد. أختار أمر توريد هنا. ليش أضافه؟ أختار أمر توريد مثلا لو كان معانا أمر توريد لمواد خام والأصناف كثيرة، مثلا 50 صنف، ونريد صرفها لمراكز الإنتاج، بدل ما أضيف 50 الصنف أنزلهن واحد بعد واحد بعد واحد في أمر الصرف المخزني، لا، أجي من إنزال البيانات واختار أمر توريد وندخل الحساب الذي نريد لين عم نصرفهن. لكن مردود أمر التوريد لا يسمح لك إلا بإدخال الحساب نفسه لأمر التوريد، والسعر يكون بسعر المورد، التكلفة تكون بحسب ما اشتريت من المورد. في ذلك نركز مردود أمر توريد وليس أمر توريد، مردود أمر التوريد. عند الرقم هذا اللي تحدثت عنه قبل قليل F9، لاحظ يظهر لي لأني حددت المورد. حددت المورد في الديلي حق المورد، العمليات اللي تمت مع المورد هذا.
أما إذا لم أحدد في رقم الحساب المورد أو الصندوق تظهر لي كل أوامر التوريد. يعني مثلا هنا لو لم أحدده وانتقلت إنزال البيانات F9، لحظة لأنني محدد المورد، إضافة مخزن الدائري، واجي إنزال مردود أمر توريد F9، يمكن ما فيش معنا إلا مردود واحد في المخزن. طيب بدون تحديد مخزن تظهر أوامر التوريد كاملة، يعني لأنه المخزن هذا ما فيش معنا إلا أمر توريد واحد. لما ما حددتش ظهر إيش؟ طيب لو جربنا غيره، مثلا ما حددناش المخزن واجي هنا الأرض الخضراء هو معه أمر توريد واحد، لكن يظهر لي إلا أمر توريد واحد. لو في معاه أكثر من أمر توريد يظهر. طيب لو استخدمت في مردود التوريد، لو استخدمت أمر الصرف مثل ما استخدمناه في المكافآت وفي التبرعات، كيف سيكون المردود؟ المردود هنا سيكون بمتوسط التكلفة، هذا خطأ. احنا نرد بنفس سعر الشراء، بنفس ما اشترينا من المورد تظهر لي التكلفة نفس اللي اشتريتها من المورد. انا اشتريت مثلا الصنف هذا الحبة منه او الكرتون منه ب5000، يرجع ب5000. لكن لو استخدمتها مثل ما استخدمنا اوامر صرف المكافآت والتبرعات هيكون المردود ايش؟ بمتوسط التكلفة. اوضحها، اضافة الارض الخضراء، المخزن الدائري، وما دخلناش في انزال البيانات. جينا هنا ايش الصنف اللي رجعناه؟ تقريبا فاصوليا F9، واقول له فاول او فاصوليا F9 كان كرتون. لاحظ الكرتون التكلفة 5280، 5280. طيب لو رجعنا لأمر التوريد هنا 5280 التكلفة، نرجع لأوامر التوريد. توريد، أمر التوريد المخزني، أجي أبحث عليهن حق شركة الأرض الخضراء، يمكن هذا، نعم شركة الأرض الخضراء. لاحظ احنا ردينا ايش؟ فاصوليا لونا. شوف الفاصوليا 5280 التكلفة، إذا ما فيش أي إضافات عليه مرة أخرى، لذلك مستمر في أمر الصرف المخزني 5280 لأنه ما فيش أي حركة تمت على الصنف بعد ما وردناه، فكانت هذه سعر التكلفة نفسها، نفس سعر التوريد، لأنه في الشراء وين أمر التوريد الفاصوليا لونا التكلفة 5280، 5280. طيب لو رحنا لبيانات الأصناف، الفاصوليا الحركة، هذا أيضا تدي لي الحركة نفس الحركة اللي تحت. شوف رصيد افتتاحي 5280، أمر توريد مخزني 5280، فالتكلفة ثابتة ما تغيرتش التكلفة. فمتوسط التكلفة هو نفسه، متوسط التكلفة 5280.
اوكي. طيب ما نحتاج هذا. لكن لو تمت حركة على الصنف وظهرت متوسط تكلفة يتغير لي هنا. أنا اشتريته ب5280 من المورد، لو في حركة أخرى وكان بسعر مختلف يطلع لي بمتوسط التكلفة، وهذا خطأ. لذلك لازم أتبع الخطوات الموضحة. أسوي تراجع. واضح الآن ليش ظهرت لنا بنفس السعر وطابقت، لأنه رجعنا للحركة. مخزون افتتاحي 5280، التوريد 5280، ما تغير سعر التكلفة مكانه. طيب قلنا بنجي إضافة المخزن الدائري، رقم الحساب F9 الخضراء، قلنا بنجي إنزال البيانات، واختار رقم 4 مردود أمر التوريد. عند الرقم F9 اختاره، اتحرك تاب او انتر تنزل لي الاصناف. طيب الاصناف اللي ما نرجعش منها نحذفها، نضغط بالايمن حذف سجل. طبعا اللي نرجعه هو الفاصوليا. اذا الفول نحذف الفول، والتونة تبقى الفاصوليا. كم الكمية اللي رجعناها له؟ 2 كراتين. اجي اعدل الكمية 2. هنا مرتجعات من الفاصوليا. اوكي. اجي احفظ. لاحظ بيقول لي ادخل رقم الحساب. حساب ايش؟ لاحظ اشر لي هو حساب الفارق. حساب الفارق المقصود به حساب فوارق التكلفة. حساب فوارق التكلفة. فوارق التكلفة هو الفارق بين سعر الشراء من المورد ومتوسط الصنف الحالي عند رد البضاعة أو عند الإرجاع. فوارق التكلفة هو الفارق بين سعر الشراء من المورد ومتوسط الصنف الحالي عند رد البضاعة، عندما رجعنا البضاعة. يعني نفس الفكرة اللي قلت لكم، لو استخدمنا أمر صرف عادي بدون ما ندخل إنزال بيانات ونقول له مردود أمر توريد، وكانت التكلفة متغيرة، مثلا أصبحت تكلفة الفاصوليا مثلا 5400 متوسط تكلفة، واحنا اشترينا منها 5280. طيب هي مسجلة عندي ان نحب نستخدم المتوسط المرجح، خلاص تكلفته 5400. الفارق بينهن اللي هي 120 هذا تدخل في حساب فوارق تكلفة. فهو الفارق بين سعر الشراء من المورد ومتوسط الصنف الحالي عند رد البضاعة أو عند الإرجاع. أجي أضغط F9 فوارق، واختار فوارق التكلفة. الآن أحفظ. شوف ما بش فارق بينهن، صفر، لأنه هو نفسه لا زالت متوسط التكلفة نفسها. لو في فارق بيظهر لي الفارق هنا. إذن هذه هي خطوات عمل المردود في نظام الأونكس، مردود أمر التوريد. طيب بدلا من تحديد حساب الفوارق كل مرة، عندما أجي كل مرة أجي أسوي مردود أمر توريد يطلب مني حساب الفارق، ممكن أدخله في شاشة الحسابات الوسيطة. أدخله في شاشة الحسابات الوسيطة. أنتقل بالفرزاة الشاشات الرئيسية، ونقول له وسيط، الحسابات الوسيطة.
تعديل حساب فوارق التكلفة F9 فوارق، واختار فوارق التكلفة، احفظ. إذن نتوقف في هذا المحاضرة على أن نلتقي في محاضرة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.